قالب الكيك مش للكيك وبس. هاتي الفرخه النيه ووقفيها في قالب الكيك وتعالي اقولك على فكره لاول مره هتشوفيها معايا بجد مش هتتوقعي النتيجه. ده ما طلعش للكيك وبس، ده ليه افكار واستخدامات كتير محدش يعرفها. النهارده جايبه لك فكره مطبخيه لاول مره هتشوفيها معايا، وكمان جايبه لك تكات وافكار كتيره قوي. هتكوني ست بيت شاطره جدا. يلا كده لايك حلو منك بسرعه، وتعالي تابعي معايا الفيديو النهارده وقولوا لي رايك في التعليقات. وما تنسيش تصلي على رسول الله في التعليقات، ونبدا مع بعض باول فكره. نيجي بقى لأول فكرة معانا. هتجيبي الفرخة بتاعتك وقلب الكيك وقعديها بالشكل ده، وتعالي أقولك على حاجة حلوة جدا تقدري تعمليها في بيتك بمنتهى السهولة. كلنا بيبقى عندنا القالب الكيك ده ما طلعش للكيك وبس، ده طلع ليه أفكار كتيرة قوي وحلوة. منها ان انت هتجيبي الفراخ بتاعتك البيضة او اي نوع فراخ عندك وهتقعديها في جوه القالب بالكيك بالشكل ده. يلا بينا نبدأ وصفتنا النهاردة. اول حاجة هتجيبي معلقة او 3 معالق كبار من الكاتشب، وبعد كده هتجيبي 3 معالق كبار من الزيت، على شوية من دبس الرمان. ما عنديش دبس رمان ممكن استبدله بمعلقة كبيرة من العسل الاسود زي ما انت شايفه كده. وبعد كده معلقه من هريسه الشطه او معلقه من معجون الطماطم، وهتحطي بقى التوابل بتاعتك ملح وفلفل، ومعلقه صغيره من التوابل السبعه، ومعلقه صغيره من الثوم البودر والبصل البودر، ومعلقه صغيره من البابريكا. حطي كل التوابل اللي انت بتحبيها. حطيت انا كده ثوم بودر زي ما انت شايفه، وبدات ان انا اشغل النار بتاعتي واقلب الزيت مع الكاتشب مع كل التوابل دي، وابتدي ان انا يعني مش هسويها، انا هسخنها بس. بمجرد ان هي تفك معايا كده وتبتدي ان هي تسخن، هبتدي ان انا هضيف عندك بقى روزماري، عندك مثلا خضار بقدونس، حطي بقى كده قطعي وزودي الخلطه بتاعتك زي ما انت شايفه او التتبيله اللي احنا هنعملها مع بعض. هتقلبيها كويس بالطريقه دي، وبعد كده هتروحي بقى يا ست الكل على ايه، على التلاجة. اي بواقي عندك خضار هاتيها، عندك كوسه، عندك جزر، عندك بطاطس، عندك فلفل الوان، اي بواقي خضار موجوده عندك في التلاجة هاتيها كده، وابتدي ان انت قطعيها قطع صغيره زي ما انت شايفه. انا استخدمت كده كوسه وشويه من البطاطس، قطعتهم كده مكعبات، وكمان جزر، وقطعي فلفل، قطعي طماطم اللي موجوده عندك والمتوفر. جهزت الخضار بتاعي كله كده على جنب، وتعالي نرجع تاني للفرخه بتاعتنا نشوف هنعمل ايه. هتحطي بقى معلقه من البصل المفروم، وهتجيبي التوابل او التتبيله اللي احنا عملناها مع بعض، وهتحطي نصها على الفراخ، هتتبليها كويس زي ما انت شايفه. وبعد كده هتجيبي بقى قالب الكيك وتبتدي ان احنا هنستغله، وهنحط النهارده في الفرخه كده هنقعدها جوه قالب الكيك بالشكل ده. بعد ما تكوني تبلتيها طبعا ايه كويس، هتقعديها كده. ممكن تربطي رجليها او ممكن تسيبيها زي ما هي. انا ربطها كده من تحت علشان تبقى واقفه مظبوط. وبعد كده جبت الفرشه بتاعتي بباقي التتبيله، وبدات ان انا اديها دهنه كده علشان بعد كده تاخد معايا شكل حلو جدا، وتبقى فراخ مشويه في الفرن زي ما انت شايفه. طب نص التتبيله او نص الحاجه اللي احنا جهزناها مع بعض هنوديها فين؟ دي بقى يا ست الكل، بعد ما تاخدي كده للفراخ وش بالفرشه زي كده، هتجيبيها فهي في الطاسه وتحطي عليها شويه من الميه بس خففيها كده شويه. وبعد كده هتجيبي بقى كل الخضار اللي احنا قطعناه مع بعض، وهتضيفي الخضار في التتبيله دي. هتفضي بقى الخضار كله، الكوسه والجزر وكل الخضار، علشان ياخد برده من طعم تتبيله ايه الفراخ. قلبيهم كويس جدا، وبعد كده هاتي الخضار ده وحطيه كده تحت الفراخ بالشكل ده في القالب داير ما يدور كده. حطي بقى الخضار بتاعتك. عايزه اقول لك الفرخه لما تيجي تستوي الخضار هيشرب من التسويه بتاعت الفراخ، فهيبقى طعمه حلو جدا مع التتبيله طبعا زي ما انت شايفه كده. كده القالب بتاعنا بقى جاهز. هتدخليه بقى كده الفرن، ممكن تغطيه بفويل، ممكن تسيبيه زي ما هو، وفي الاخر تشغلي الشوايه عليه. وادي الفراخ بتاعتنا استوت، وكمان الخضار شرب طبعا من تتبيله الفراخ والسوا بتاعها، طالع طعمه جميل جدا، والريحه مش عايزه اقول لك. شايفه بقى الجمال، الخضار طالع مستوي، وكمان الفرخه بتاعتنا خدت كده شوي تحت الشوايه. بجد الطريقه دي حلوه جدا وجربيها باذن الله تعجبك قوي بقى مع شويه رز كده، والخضار طعمه حلو جدا. تعالي بقى نشوف تاني فكره معانا في الفيديو. اول فكره معايا، هتنسي سلق العدس خالص ومش هتسلقيه تاني، هترميه كده في الزيت المغلي، وبجد النتيجه هتعجبك جدا. يلا كده نبدا وصفتنا النهارده ونشوف هي عباره عن ايه. اول حاجه جبت كده معايا كل الخضار اللي احنا بنستخدمه. جبت كده جزر، كمان بصلايه، بدات ان انا اقطعهم كده كل الخضار بتاعي، بدات ان انا اجهزه كده جنبي. وجبت كمان بطاطسايه صغيره كده تكون متوسطه،
وكمان ممكن لو عندك كوسة، فلفل اخضر، فلفل الوان، هتقطعي بقى كل الخضار بتاعك كده جنبك، وكمان الطماطم، وكمان فصوص الثوم. جهزي كل الخضار كده جنبك وحطيه في طبق، وكام فص من الثوم بالشكل ده. وبعد كده هتجيبي بقى العدس، هتغسليه كويس جدا وتنقعيه وتصفيه. وبعد كده في طاسه عندك او في حله اللي يريحك، هتحطي كده شويه زيت ومكعب زبده اختياري، ممكن تستغني عنه خالص، ممكن ما تحطيش زبده خالص وتستكفي بالزيت، بس الزبده كده يعني هتخلي ليها طعم. بعد كده جبت العدس بتاعي زي ما انت شايفه، هبتدي هنزل بقى بيه في الزيت المغلي كده، وهبتدي ان انا هشوحه في الزيت الاول زي ما انت شايفه. وبعد كده هجيب بقى كل الخضار اللي انا قطعته بما فيهم الطماطم، هجيب برضو طماطميه كده او اتنين هقطعهم مع الخضار، وهبتدي ان انا اشوحهم كده مع العدس الاول، بس انا ضفت الطماطم في الاخر علشان ما تتبلش معايا. هحط بقى عندي معلقه الثوم، وكمان هحط بقى ملح وفلفل والبهارات السبعه زي ما انت شايفه كده، ومكعب من الماجي برضو بيديله نكهه حلوه جدا. لازم الخضار بتاعك يتشوح والعدس كويس جدا في الزيت لحد ما تحسي ان الخضار كده اللي انت حطاه بدأ ينزل ميه بسيطه. هضيف بقى كده الملح ومعلقه الفلفل الاسود والبهارات السبعه ومكعب من الماجي، وبرده هشوحهم، وفي الاخر خالص هحط الطماطم هقطعها، بس بعد ما احس ان بدأ البطاطس بتاعتي تدبل شويه والفلفل والجزر والبصل يدبلوا شويه زي ما انت شايفه كده. هيحتاجوا معاكي كده 10 دقايق على النار. لو لسه مكمله بقى معايا الفيديو لحد دلوقتي، يلا لايك حلو بقى منك بسرعه، ولو جربتيه بالطريقه دي مش هتبطلي تعمليه. هنا بقى زودت ميه وقطعت معاه الطماطم، وهسيبها بقى كده لحد ايه، دقيقه بس، دقيقتين تشرب الميه زي ما انت شايفه. وهبتدي بقى اعمله بالهاند بلندر، او ممكن انت تعمليه في الخلاط. اهم حاجه اضربيه كويس جدا، وفرمي الخضار كله مع العدس كويس قوي، وخليه ناعم كده معاكي علشان ما تحتاجيش بعد كده ان انت تصفيه. في ناس بتحب ان هي ايه تصفي العدس، بس ما دام انت الخضار بتاعك طعمه حلو وجميل فما تصفوهوش. اهم حاجه ان انت تفرميه كويس. وبعد كده نعمل الطشه، في ناس بتحبها بالثوم وفي ناس بتحبها بالبصل، اللي يريحك زي ما انت شايفه كده. وهتاكلي احلى عدس كله اتعمل في حله واحده او في طاسه واحده، كان حلو جدا وطعمه جميل قوي. جربيه بالطريقه دي، وهتنسي بقى ان انت تقعدي تسلقيه الاول والكلام ده كله. كان الطعم والريحه حاجه كده جنان. يلا بقى لو عجبتك الفكره دي او عجبتك الطريقه دي، ولو كنت اول مره تشوفي الطريقه بتاعه العدس، يلا لايك حلو بقى منك بسرعه، وتعالي كملي معايا باقي الفيديو وشوفي تاني فكره معايا، يمكن ان شاء الله تعجبك برضو.